شايفين الاجنحه وجمالها وتسويتها ولونها كمان. تعالوا بقى اقول لكم على طريقه حلوه قوي قوي للاجنحه دي كده، وكلنا نقدر نعملها في البيت. يلا نبدا بقى معانا كده ونقول بسم الله. شايفين الشكل؟ ما ننساش بقى نعمل اشتراك وللقناه ولايك وشير للفيديو عشان يوصلك اي جديد. اي فيديو انا بنزله يوصل لك. يلا نبدا بقى ونخش نقول بسم الله. معانا هنا 2 كيلو اجنحه. طبعا انا منقعاهم وغسلاهم حلو قوي وسايباه كده جناح سليم عشان احنا هنعمله سليم يعني، مش هنقطعه. هنا شايفين الاجنحه بوريها لكم حلوه خالص ازاي، ونضيفه وبيضه وملهاش اي ريحه. هنا انا فارمه بصله هنحطها عليها بقى كده، بصلايه مفرومه. ومعايا التوابل: نص معلقه كزبره، نص معلقه توم باودر، نص معلقه بصل باودر، نص معلقه بابريكا، نص معلقه جنزبيل، نص معلقه ملح، نص معلقه كاري، نص معلقه فلفل اسمر، ومكعب مرقه دجاج. كل البهارات دي هنحطها عليها. وهنا معانا معلقتين دبس رمان، وهنحط عليهم معلقتين صويا صوص. ونقلب بقى كل الخلطة دي كده في قلب بعضها. دخلي الخلطة دي كلها كده في قلب بعضها وسيبيها ساعة ساعتين على حسب ما انت عايزة كده تسيبيها. دول اهو معانا معلقتين الصويا صوص. وقلبيها بقى، قلبيها كده وسيبيها ساعتين تتبل من بعضها، يعني تشرب من التتبيلة دي حلوة قوي عشان تديكي طعم حلو وتتحيق معاكي. هنا بقى نقلب الخليط ده كله كده بايدينا. ما ننساش بقى نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ما ننساش بقى يا جماعه نعمل اشتراك للقناه ولايك وشير للفيديو وفعل زر الجرس عشان يوصلك اي جديد بينزل، وكومنت حلوه كده عشان يوصل الفيديو لاكبر عدد ممكن. نقلب بقى كله في بعضه كده عشان كل التتبيله دي تخش في قلب الاجنحه كده، وسيبيها شويه بقى تتبل معاكي. وبحب اشكر الناس اللي بتدعمني بكومنت حلوه كده زيهم. ربنا يخليكم ليا وتدعموني كده على طول يا رب. احنا طبعا قلبناها كلها كده. نقلتها في حاجه واسعه. هنا هي بعد ما تبلتها كلها في قلب التتبيله نسيبها بقى شويه ونقول لكم هنعمل فيها ايه تاني. هنا انا بقول لكم اهو نسيبها كده حوالي ساعه او ايه، ساعه ونص على حسب ما انت عايزه. هنا معايا بقى الشبكه دي. طبعا لو ما عندكيش الشبكه دي ممكن تحطيهم على شبكه الفرن وتحطي الصاجه بتاع الفرن تحتيه عشان اللي هينقط ينزل فيه، ما ينزلش حاجه على الصاجه بتاع الفرن نفسها. هنا هنرصها كله بقى في الشبكه كده. وبقيه التتبيله هرشها عليها وانا مولعه الفرن واحطها على الشبكه. وكده كده انا حاطه الصاجه بتاع الفرن اللي هي بتطلع دي، الصاجه اللي بتيجي مع الفرن احطها تحتيها عشان لو نقطت. كده هنحطها بقى في الفرن اهي. وبعد ما هنحطها هنعمل بقى ايه التتبيله اللي احنا هندهن بيها وش الاجنحه معانا. هنا معايا كيس كاتشب، هو المفروض يعني كيسين بس انا ما كانش عندي الا كيس بصراحه، ومعلقه صويا صوص، وهنحط عليهم معلقه زيت وشويه ملح، وقلبيها كلها كده في قلب بعضها عشان تديني بيها وش الاجنحه. يعني الاجنحه هتاخد نص سوا وتطلعيها ادهني بقى ايه الخلطه اللي احنا عاملينها دي على وشها عشان تطلع معاكي لون ذهبي وحلو قوي، اللون اللي انتوا شايفينه في اول الفيديو ده. كده بعد ما خدت معايا نص سوا طلعتها هدهن بقى كده، وهي برضو في الشبكة يعني مفكهاش، لا ادهني كده من على الوش. كل مرحلة تدهني فيها يعني تستوي اول تشمع كده تدهني. بعد ما تخشي نص السوا برضو تطلعيها وتدهنيها كده من الجنبين، تقلبي كده وتدهني الجنب التاني. ودخليها بقى الفرن تاخد ايه سواها برضو. انا ما ولعتش عليها الشوايه، هي بسم الله ما شاء الله يعني استوت لوحدها كده من الفرن نفسه، ما احتجتش الشوايه. كده اهو هنحطها بقى تاني تاخد اللون الاخير وتستوي خالص زي ما انتم شايفين كده لونها. وطالعه مستويه على فكره وطعمها حلو قوي، بس اللي يعملها ياكلها سخنه عشان هي طعمها خرافه جدا جدا وهي سخنه. شايفين لونها اصلا طلع حلو ازاي، يعني لونها اكنك شويها على الفحم. هنا اهو كلنا طبعا عندنا الفرن ونقدر نحط فيه اي حاجه نعملها، يعني انا ما صعبتهاش عليكم، هي الفرن ودخلتها فيه. كده هفتح لكم واحده بقى منها وتشوفوا هي مستويه وحلوه جدا قد ايه وطريه وجوسي من جوه، طريه يعني مش ناشفه خالص كده، لا هي طريه. بصوا شايفين طريه وطعمها كان خرافه بصراحه. اللي هيعمل الطريقه دي كده وعجبته بقى يكتب لي كومنت حلو كده. ما ننساش بقى الاشتراك ونفعل زر الجرس وندوس على كلمه الكل عشان يوصلك اي فيديو جديد بينزل.